كده طبعا أثناء التغيير اهوت دخلنا البلكونة اللي قلنا عليها. تمام. عملنا هنا الباب اهوت، قفلنا الباب اللي كان هنا. تمام. خلينا الحوض الناحية التانية. المطبخ وسع معانا. مين انا؟ لا والله. ما فتحتهاش. هنا طبعا العزل اهوت. تمام. وهنا كابينة الشاور. تقسيمة الحمام طبعا اتغيرت. نكمل ان شاء الله ونشوف الدنيا. جول هو لازم ناقص اوقفهم لك ايه كلهم خدوا لك المهم. مش عايز تقفل حته ورا؟ انا عايز اقفلها كده عشان اغذيها. ماشي بس اقفل وبتاع وكان يلا ما عادش الا عايز الحته اللي هناك دي عشان تبقى جاهزه للشغل. والمعلم ابو شهد طبعا اللي شغال هنا هندسة السباكة. الله يخليك يا عم مهندس. عملت شغل الصف بره صح؟ الراجل ده احنا استحمينا يا راجل امبارح. طب ثواني كده. اطلع يا باشا عندي الفرن. ما هي باين. ادوس على ابيض؟ لا لا الفرن ده ما طلع على الفرن القديم. لا مش لازم. اهو يا باشا. الله ينور. في مانع ريحه عندك. تمام. حاسب انزل. منع ريحة ازاي بقى؟ بص يا طويل. قول. صلى على النبي. على الصوت السلام. انت عندك ولاية المطبخ دي امم نقدر نقول مثلا واخده حوالي 2 متر ونص. تمام. نص متر يعني واخده 3 متر. تمام. وانت عندك كمان في 3 متر ونص جايين من الصرف من هناك لحد هنا. تمام. طبعا الميه لما بتمشي براحتها امم في الصرف ما هيش ضغط ميه عشان لو في رواسب ودهون تمام. بتيجي تصرف بتيجي عند البلاع البرقع بتاعها بيبقى خانق البلاع. تمام. بيحصل ترسبات كلها فين؟ في البلاع. الدهون كويس. كلها بترسب في البلاع بالنسبه للمطابخ. امم تمام؟ ايوه. بالتالي لما بتزيد وانت ما بتاخدش بالك بيترسب في ارضيه الصرف امم كله. فعشان تمام. ارسب 3 متر ونص رواسب دهون على المدى الطويل تحصل كتمه. تتصدق تبدأ بعد كده بعد الكتمه الاولانيه دي تبدا تعاني. امم كل شهرين عايز تسلك، كل شهرين عايز تسلك. تمام. فدلوقتي عملت لك منع الريحه اللي المفروض هو بيقوم بيه وكوظيفه البرقع بتاع البلاعه. عملت لك سيفون عموله تمام. راكب عليه الشغل بتاع المطبخ وراكب عليه شغل البلاع بتاع الحمام. تمام. وراكب عليه الشاور. ويمنع الريحة. دي لوحده وده لوحده وكلهم نازلين على منع ريحه بحيث ان لو ما يوقف ميه يبقى انا ما عنديش ريحه. البرقع عندي هنا ملوش عازل. تمام. بس انا هركبه هنا. ماشي. لكن في المطبخ لو ضايقني وخنقني ما اشيله خالص. لا يرد لي بقى لا صراصير ولا حشرات ولا ريحه ولا الكلام ده. وطبعا البلاعه بالنسبه لها ما ترصبش رواسب. تمام. ومدي لك نسبه الميول بتاعتك اللهم صل على النبي عليه بيخليني ادي الميول اللي انا عايزها. خلاص زي الفل. هو تعبنا امبارح شويه. نعم. بص هنا كده نقطة عديدي. عايز حصل 10 يوم. انت كده هتعزل ده تاني وشهادة صح؟ كل ده يا باشا هيتاخد كله تاني. عزل تاني. هينكنس تاني. بس عايز يومين ينشف. براحته مفيش مش مشكلة. هقدر اشتغل. بص ما انا شفت ما كان عايم كله مية. فطبعا لازم تستنى عليه واحده واحده. تمام.
عايز اخده سليك، لا انا ثبت بلعاتي بحيث ان هو واقف على صرف الغساله والحوضين هم اللي فاضل الصرفين خلاص ماشي ووش العزل، تمام وتبقى انت جاهز للسلامه. بإذن الله.